الحلم اللي ما كملش. دريس كان شاب طموح من حي درب السلطان. كلنا كنعرفوه. درب السلطان كاين وسط كازا. كبر من وسط عائلة بسيطة. كان ديما كيقرا بزاف حيت كان باغي يخرج من قاع الفقر. بلاتي طفيتي الضو، درتي لي زيات، حتى الا ما درتيش لي زيات قاد الصوت باش ما تبرز حتى شي واحد وباش تسمع ليا غير نتايا واش تركز معايا باش تعيش معايا الاجواء. كيف ما قلت لكم، دريس ولد درب السلطان. كبر وسط عائلة بسيطة وكان ديما كيقرا بزاف حيت كان باغي يخرج من قاع الفقر. الام ديالو الحاجة عائشة كانت كتبيع المسمن والحرشة في السويقة باش تعاون في المصاريف. والبا ديالو خدام في عطاشة كيخدم النهار كامل باش يجيب القوت. دريس شد الباك بميزة مزيانة ودخل القراية في واحد المدرسة ديال الهندسة، لكن الظروف المادية كانت صعيبة عليه. اضطر باش يخدم في الليل في واحد القهوة باش يقدر يكمل المصاريف ديالو. كان كيقرا النهار ويخدم في الليل، وحتى النعاس كان قليل عنده غير باش يقرب من الحلم ديالو. ولكن في واحد النهار تلقى الصدمة الكبيرة، الاب ديالو مرض خطير وما كانوش عندهم فلوس باش يديروا له العملية. دريس اضطر يحبس القرايه ويشد الخدمه نهار وليل باش يعاون العائله ديالو. الحلم ديالو بدا كيتبخر قدام عينيه، لكن كان مضطر حيت العائله ديما اولويه. ضاع 6 سنين خدام كيجمع الفلوس. الاب ديالو تحسن شويه، لكن دريس ما قدرش يرجع للقرايه حيت كان خاصو يعاون الام ديالو. دازت الايام وتزوج وخدم كموظف بسيط، لكن ديما كيبقى عنده هذاك الاحساس ديال الحلم اللي ما كملش. في واحد النهار ولد الصغير حمزة جا عنده قال ليه: بابا، انا بغيت نكون مهندس كيف ما كنتي كتحلم. دريس حس بدموع في عينيه وشاف في مراتو وقال لها: على الاقل الحلم ديالي يقدر يكمل مع ولدي. وهنا عاد عرف ان بعض الاحلام ماشي ضروري نحققوها حنا، ولكن نقدروا نحطوا البذره اللي غادي تخلي وليداتنا يحققوها بلا حتى شي قيود.